قررت نعمل شويه مكرونه بالجبنه وجنبها حتتين بانيه. هنبدأ الاول بتنظيف البانيه، بس قبل التنظيف لازم نعمل مراجعه سريعه ونشيل اي دهون من عليه. صحيح هي جايه نظيفه، لكن ما يمنعش نشيل حتى لو كانت مجرد اطراف بسيطه، هتفرق كتير في طعمها وتنظيفها من زفرتها. وبعد فحص وتمحيص وبحث وتلخيص ما لقيتش فيها اي دهون كتير، هم يا دوب شويه من الاطراف وحبه صغيرين. هنديها غسله تحت الميه كويس ونغير عليها اكتر من مره ونصفيها عشان ننزل عليها بحبه خل وملح ونعصر عليها ليمونه ونزود عليهم شويه ميه لحد ما يغطيهم يا دوب، ونركنها 10 دقايق. والخطوه دي هتشيل لك اي زفاره نهائي. ونروح نكمل خلطتها على ما الحلوه تشيل زفرتها، ولو عندك رايب ماشي، زبادي شغال، ولو الاثنين يبقى هتعمل نفس الميكس اللي هعمله يا خال. هننزل بعلبه الزبادي وعليها حبه من اللبن الرايب وندوبهم كويس عشان ما تكلكعش معاك، وننزل عليها بحبه ملح وفلفل اسود وتوم بودره وبصل بودره وشطه وبابريكا وحبه جنزبيل. واساسي للمزازه نعصر عليها ليمونه ونديها تقليبه ونزود شويه خل ونكمل تقليب. طبق غويط وانزل فيه بالبانيه بعد ما تصفيه، وانزل عليه بالخليط وتاكد انك وزعته كويس في كل الاتجاهات، وغطي عليه واركنه في الثلاجه اقل حاجه ساعتين، لكن انا هسيبها ليله كامله. تاني يوم استعديت بسلق المكرونه على السريع، ميه سخنه، حبه ملح وحبه خل بديل للزيت، وانزل بمكرونتك. بس اهم حاجه هنسويها 3/4 تسويه بالكتير عشان ما تعجنش مننا بعد كده وما تبقاش مهريه يا كبير. والخطوه دي تتعمل لما تسيبها بالكتير 7 دقايق وتصفيها، تفتح عليها الميه الساقعه عشان توقف تسويتها وما تسيبهاش سخنه. بس في الخباثه كده ناخد حبه نشفطها في الاستخبص ونروح نكمل التسبيكه بتاعتها. في نفس الحله هننزل بشويه زيت ونقدح فيها فصين توم مهروسين. وفي ناس بتحط بصلايه تاخد تقديحه، لكن انا نوعا ما احيانا ما بحبهاش في المكرونه، خصوصا اننا هنعملها في الاخر طاجن وهنحط على وشها جبنه. بس اتك على الصبر، ان الله مع الصبر. ننزل بالصلصه ونديها تقليب وحبه شطه وبابريكا وتقلبتين، وننزل ب3 حبات طماطم مضروبين تمام مع حبه ميه من المكرونه اللي سلقناها بيه علشان النشا اللي فيها هتساعد في التحليه. وننزل عليهم بحبه ملح وفلفل اسود ومكعب مرقه دجاج وحبه سكر عشان يكسر الحموضه من على صدرك، وتقليب في التمام وغطي عليه على نار هاديه يتسبك على مهله وبمزاج. نروح احنا بقى نجهز البانيه بشويه تركات زي ما اتعلمناها من اساتذتنا، واولهم امي الله يرحمها. بيضتين وعليهم حبه لبن وملح وفلفل اسود، واضربهم كويس وما تخليش البيض يكون مكلكع ولا ما خدش حقه في الضرب، علمه الادب زي ما تحب. ونحضر شويه دقيق عليهم معلقه نشا واضربهم في بعض عشان يساعد في تكوين الطبقه على البانيه. ونحضر حبه بقسماط في طبق ثالث، وبكده نكون جاهزين. بس عشان ما ننساش نقفل الاول النار على الصلصه وننزل عليهم بحبه المكرونه اللي معانا ونديها تقليب حلو، وبعدها نغطي عليه ونركنه على جنب. بالنسبه للبانيه هتصفيها كويس من الخلطه وتنزلها في الدقيق، وبعدها في البيت تغمسها واختمها بالتغميس في البقسماط. بس نصيحه مني ليك وتركايه، البقسماط اضغط عليها بايديك عشان طبقه البانيه تبقى مقفله كويس عليه، ورصص الكل جنب بعض مش على بعض عشان لسه هنحطه في الفريزر ساعه بالكتير. هنحضر طاجننا الحلو وننزل فيها بمقدار المكرونه اللي تكفيك، ونبشر عليها حبه جبنه بريبيجان وحبه جبنه موزاريلا او اي نوع جبنه عندك، مش هتقول لا بالتاكيد. وندخل الطاجن ياخد وش فرن علو دقايق لحد اما الوش يحمر، مش اكتر من كده. وفي زيت سخن بقى ننزل بالبانيه، بس اول ما تنزل تهدي النار عليه، وبكده هتبقى ضمنت انها مش هتتحرق منك، بس هتستوي من جوه والنتيجه قريب هتشوفها. والاهم انك ما تقلبش البانيه غير لما تلاقي الطبقه نفسها بقت حمراء ومتماسكه، يعني 3 دقايق بالكتير، وهتبدا تقلب على الوش الثاني نفس الوقت او اقل سيكه. واللي زاد التاكيد هيكون شكلها وهي طالعه زي ما انت شايف بعينك. والنتيجه كانت انبهار والطعم نار والقلب احتار زي الطفل اللي قاعد مستني العيديه من الكبار. وعيديتي هي دعمكم بلايك وفولو وتعليقك وملاحظتك، بس في النهايه ما تنساش تصلي على الحبيب المختار عليه افضل الصلاه والسلام. ولاني من انصار ادي لكل حاجه حقها تاخد افضل ما عندها، ودي مقوله من عندي جدعانه مني. بحب اقول لك ان احلى خطوه انا عملتها ان انا بيت البانيه ليله كامله، والسبب ده كان من اهم الاسباب اللي يخليها ببقك مززه، بس مزازتها حلو. وقبل ما تحكم عليها جربها، ولو عجبتك ابعتها لي. وكالعاده ما تنساش الفولو واللايك والشير، واتمنى لي من قلبك الخير. ولو بتتفرج من على اليوتيوب مش سبسكرايب، ولو بتتفرج من على الفيسبوك ما تنساش الفولو واللايك. واخر المستجدات والاستوريات هتلاقيها موجوده على الانستجرام، فنوروني هناك. وفي الختام ندعي لامواتنا بالرحمه ونصلي بينا على نبينا عليه افضل الصلاه والسلام. والسلام ختام، ومساء الزبده عليكم.